يا اخوي اشغلتني يا اخوي، خلاص 5 أهداف وانتهت. يا اخي ذا الزعيميه هذولي ما يرحمون صراحه، ما عندهم رحمه. يحق لكم يلا، يحق لكم بطولات، يحق لك، لكن يلا خلنا نسوي له ريموف بلا صداقه بلا كلام فاضي. بلك اليوم رحت بالنادي العظيم لمهرجان يرد الروح، اعتزال اللاعب الكابتن اللي انا اقدم له 1000 تحيه من لورنسيات، اقول له يا هلا يا كابتن يا محمد ضعيع يا بعد قلبي من جوا ليك. شوف انا نصراوي متواضع، ما عندي تفرقه، لان محمد في يوم من الايام كان يدافع عن شباك المنتخب السعودي، وهنا لما نوصل المنتخب هنا يقف كل شيء، تقف كل النزاعات. حقيقه ما انا انسان طيب ولا عندي من الامور اللي تظنونها ظن ثاني يا اخواني الزعيميه، مع كل الاحترام لكم. طبعا حضرت الملعب، الجماهير ماليه المدرجات، الموج الازرق مولع الدنيا، التوليع وتنظيم ولعيبه. ولا في ميزه في نادي الهلال، شوف الهلال هذا كيف جايب لعيبه من كل الانديه، يعني تعالوا يا ابناء بلدي شاركوني امام هذا الفريق الجيفنتس عشان نلعب معاه ونتشارك، ما احنا نكمل البعض. وهو فعلا اذا جت الوطنيه ما عاد في هلالي ولا نصراوي ولا اتحادي ولا اهلاوي، كلنا نكون مع بعض ضد اي فريق من خارج بلدنا مع احترامنا. اوكي؟ طبعا اول ما جيت لقيت البليرو، القاه في الملعب كذا وانا ماشي كذا اناظره قلت هلا البيرو ايش جايبك كذا؟ قال جاي عشان نلعب معكم وفيه اعتزال اللاعب محمد. قلت والله يا انتم تاكلنا يا اخي، قبلك مانشستر سنايد جاي كل 3 وراح، رنوه الهلاليه ب3 أهداف وراح. قال يكون خير، قلت يكون خير بالانجليزي، طبعا الكلام هذا كله بالانجليزي، لو اقول انجليزي يمكن ما تعرفون. قلت له يكون خير، قال اوكي. قلت يلا ونزل ذا ميدان يا بربلو، هذا الميدان يا لبليرو، هذا ميداننا وتعال العب. بدا اللعب، تعال خذ لك مباراة، شوف اللعب، احلى لعب. لا حد يقول لي والله انت يعني تحولت الى هلالي، لا انا ما تحولت الى هلالي، لكن هنا احنا نلعب مع فريق اخر يجب ان اقف معنا. وبعدين اللاعب مسكين اللي يكرم هذا ترى يستاهل، لا تحسدونه. بعض الناس يقول ليش يعطونه ليش؟ يا اخي لاعب من معسكر الى معسكر 20 سنه تلقاه يكرف ورد الكوره من دوري الى دوري، ويحافظ على نفسه ولا يسهر ولا يتعب ولا مره، يحاول يخلي عمره كله لهالكوره عشان يخدم بلده ويرفع البيرق السعودي. ان شاء الله نشوفه ماخذ كاس العالم ان شاء الله باذن الله، ليش لا؟ زي ما اخذنا كاس اسيا ناخذ كاس العالم، مش كاس العالم ولا حاجه كاس العالم، ما دامنا نوصل ان شاء الله بناخذه. طبعا تشكلوا اللعيبه وبدا اللعب، صفر الحكم يا عيني على المباراه. الجمهور ما الموج الازرق جاكم، موج الازرق، وانا معه الموج الاصفر سطرني هلالي، قلت معليش الموج الازرق جاكم، الموج الازرق، ولعب. لكن 7 يا اخوان، 7 أهداف، والله قويه يا هلاليه، معليش بيب والله يرد اعتبار عشان 5، لا 7 قويه والله قويه، 7 أهداف، 7 مره واحده. بعدين يا اخوان يا جيفنشسي ترى الدعوه وديه، كان تجملتوا مع الاخوان الهلاليين الزعيميه، كان تجملتوا معهم، خليتوهم اقل شيء 1-1 2-1، 7 أهداف مرة واحدة. ال5 هذه بسيطة، كسرتوا مير الرقم القياسي. 7 أهداف الحين، يلا جيب لي فريق ينهزم 7، يلا وين نجيب فريق؟ يبي لكم سنين عشان أحد يكسر الرقم. إذا على ذلك كل واحد، أنا بحافظ على 5 وأنتم حافظوا على 7. وتعالوا شوفوا عاد من جاب الهدف اللي جابه في الجيفنتس. الشلهوب يلعبها، يرفعها فوق، يرميها يناولها يمشيبها ويعطيها سعد الذابح، يقولها النصراوي. بديت سعد الذابح انا، يعني والله ما الومكم يوم تشترونه، والله ما الومكم يوم تشترونه، لانه عالمي، محتك مع اللعيبه،
عشان كذا النصر لما يقول لك انا عالمي هو الاحتكاك مع اللاعب الاجنبي. فلذلك كم النصر راح تكفي الصوبه العالميه، حتى لو قلتوا نقول لكم صعبه قويه ولو ما جبناها، بس برضو شوف الاحتكاك مع اللعيبه الاجنبيه. شوف النصر وش سوى، احتكاك مع كل لاعب، احتكاك مع الانديه، احتكاك مع الاوروبيين، احتكاك مع البرازيليين، احتكاك مع، بس ما ادري ليش ما بنفوز فيه. يا رب ان شاء الله نفوز يا رب. بكى مؤلم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله السنه هذه نطلع على المنصات يا رب العالمين. لكن 7 قويه، ويا ابو 7 يا ابو 7 رايح جاي، يا ابو 7 يا ابو 7 رايح جاي. انتهت ال5 وجتكم ال7 مره واحده. خلوكم بسبعتكم. نرجع لهذا اتفاهم معه. تقول لي اجل 5 7 اهداف ولم يحصل منكم احدا ولا ياتي بها الا سعد الذابح. بدايتك يا سعد الذابح.